كل التحولات الكبيرة في التاريخ بدأت بسؤال، مش بإجابة. سؤال بسيط لكنه مزعج. سؤال الناس ما كانتش مرتاحة تسمعه. مين قال إن الرعاية الصحية لازم تكون بين 4 حيطان؟ ومين قرر إن الانبيشنت كير هو الشكل الوحيد الآمن؟ ومين حصر الطب جوه المستشفى وكأنها النهاية الطبيعية لأي رحلة علاج؟ كان زمان في عصور الخلفاء والسلاطين والإمبراطوريات، لما الإمبراطور يمرض أو الأمير يتعب ما كانش بيروح المستشفى هي اللي كانت بتروح له. الطبيب كان بيتنقل بكتبه وأدواته ويدخل القصر، يقعد جنب المريض ويتابع حالته يوم بيوم. الرعاية ما كانتش مجرد زيارة، كانت integrated care system، بيتنقل بالكامل للمكان اللي فيه المريض. لكن ده ما كانش متاح لأي حد، كان privilege، امتياز للباور والويلث وامتياز للقلة. باقي الناس كانوا هم اللي لازم يتحركوا ويتحملوا عناء الطريق والانتظار وكل تعقيدات الوصول للعلاج. والسؤال الحقيقي بقى، هل ده كان لأن الرعاية لازم تكون في مكان معين، ولا لأن الوصول لفول ميديكال سيستم كان حكر على فئة معينة؟ الحقيقة إن أفضل شكل للرعاية الصحية كان دايماً إن النظام يروح للمريض، مش المريض هو اللي يطارد النظام. The system goes to the patient, not the other way around. الفرق الوحيد إن ده كان زمان privilege، والنهاردة إحنا بنحوله إلى scalable model. واللي كان زمان حق حصري للقلة بقينا بنقدمه كستاندرد اوف كير، لأن الرعاية الصحية ما ينفعش تكون privilege، دي لازم تبقى system. السؤال ده والتوجه ده واليقين ده كان بداية كل حاجة. ما كانش مجرد نقد، ده كان كسر لفكرة مستقرة بقالها سنين. ومن هنا بدأت كير هاب من 6 سنين في اسكندرية، فرع واحد، مكان صغير، فريق محدود وإمكانيات بسيطة، لكن بعقلية مختلفة تماماً. عقلية شايفة إن النموذج التقليدي مش هو الحقيقة الكاملة، وإن جزء كبير جداً من الكلينيكال كير ممكن يحصل بره المستشفى من غير ما نقلل الجودة، بل بالعكس نرفعها. ويمكن ده اللي خلى البداية الصغيرة دي تكبر أسرع من المتوقع. بدأنا بفريق حوالي 30 فرد بين أطباء وتمريض وموظفين، وكان أقصى اللي بنعمله إنقاذ أكتر من 500 مريض في السنة. النهاردة بقينا أكتر من 500 فرد وبننقذ أكتر من 15,000 مريض سنوياً. النهاردة بقينا 7 فروع، 3 في اسكندرية، لوران، سيدي جابر، والعجمي، وفي القاهرة والجيزة فرعين في التجمع الخامس، وفرع في المهندسين، وفرع في الشيخ زايد. لكن الحقيقة التوسع ده ما كانش الهدف، كان مجرد نتيجة طبيعية لنموذج أثبت نفسه من أول يوم. إحنا ما دخلناش سوق، إحنا كسرنا assumption، كسرنا فكرة إن medical safety equals hospital، وقلنا إن في شكل تاني أذكى وأكثر إنسانية. ومن هنا بنينا مفهوم home hospitalization كنظام طبي كامل، مش سيرفيس مساندة، لكن full clinical system، في بروتوكولز واضحة، assessments، follow-up care pathways، بتشتغل بنفس ديسيبلين المستشفى ويمكن أقوى. وكان طبيعي جداً إن ده يقابل مقاومة، مش مقاومة لينا كشركة، لكن مقاومة لفكرة بتكسر comfort zone عمره سنين. لكن مع الوقت كل كيس نجحت، كل patient اتحسن، كان بيكسر الفكرة القديمة حتة حتة، لحد ما بقى واضح إن home based care مش بديل ضعيف، ده smart extension، وأحياناً الأفضل. ومن اسكندرية رحنا القاهرة، مش توسع عادي، لكن ستريس تيست حقيقي للنموذج. والنتيجة النظام اشتغل بنفس الجودة وفي بيئة أعقد. والنهاردة إحنا مش بس بنكبر جوه مصر، إحنا بنتجه بقوة للعالمية. بنحول النموذج ده
من تجربة محلية ناجحة لجلوبال هيلث كير أبروتش قابل للتطبيق في أي مكان. لأن المشكلة مش في المكان، المشكلة في طريقة التفكير، والحل لازم يكون قابل للتكرار على مستوى العالم. النهاردة إحنا مش مقدم خدمة، إحنا بنعيد تعريف Health Care Delivery. بنخلق توازن جديد بين Inpatient Care و Home Based Care، وبنقود ماركت ما كانش موجود من الأساس. لكن الحقيقة الأهم إن التحدي الحقيقي ما كانش بره، كان جوانا. في كل مرة كنا بنختار بين إيزي وبين رايت، بين نقرر القديم أو نبني الجديد. وكل مرة اخترنا الأصعب كنا بنقرب خطوة من النموذج اللي احنا فيه النهاردة. وده لسه مش النهاية، ده بداية شكل جديد للرعاية الصحية في العالم.